زمان كانوا النساء كيطيبوا ماشي غير باش ياكلوا، كيطيبوا باش يفرحوا، يدفيو الدار ويحكيو الحكايه من خلال طيابهم. هاد البسبوسه ما فيها لا مكونات غاليه لا سر كبير، فيها شويه السكر، التين، السميده والكوك، وفيها حاجه ما كتشرحش، فيها النيه، فيها الصبر، وفيها القلب اللي بغى يعطي ماشي ياخذ. من كتخلط المكونات بحال الا كتخلط لحظات من حياتك، الحلوه والمره والحامض والرطب واليابس. البسبوسه كتعلمنا ان البساطه فيها الحلاوه، بمكوناتها البسيطه اللي كيتخلطوا كيعطيو مذاق خطير. كتعلمنا بلي ماشي ضروري تعقد الامور باش تعيش مزيان، كما انها كتعلمنا بلي كل مكون عنده قيمه ديالو. الكوك كيعطي القرمشه، التين كيعطر، والسكر كيزين المذاق، وحتى حنا كل واحد فينا كيزيد شي حاجه في حياه الاخر. كأي حاجة كطيب في الفران كتعلمنا الستر والخير. البسبوسة كتحمر في الفران بعيد على العيون، منين كتخرج كتنور الطبلة بالمنظر ديالها، ريحتها، وما نساوش المذاق. بحال الانسان اللي كيخدم في صمت ويبان خيرو قدام الناس. كيما البسبوسة خاصها سيرو باش تلين، القلوب خاصها المحبة باش تحلى. البسبوسة دليل ان البساطة كتخلق الفخامة، وكتدوب في الفم بحال لحظات الدفا وسط الحباب. طريف صغير قادر يغير المزاج، فمعليش شي مرة نكونو بسبوسة وبالصحة والراحة. كبيتان.